عرفته صح ان انا خالد يوسف باعت لي انفيتيشن ان انا اعمل كاست كاميرا في فيلم، يعني طالبني في فيلم من الاخر. هدير عبد الرازق بتثير الجدل من جديد مع المخرج خالد يوسف. هو خالد يوسف ساب كل الفنانات الجداد والقدام وراح يبعت لك انت عشان خلاص مفيش فنانات في البلد؟ بصراحه كنتش عارفه اموت بالفرحه ولا اعمل ايه، ولا اتكسف ولا اعمل ايه بجد والله. وياسمين طلعت نشرت بوست على صفحتها عشان ترد على الكلام ده. المفاجأة بقى اللي قالتها آخر الفيديو أو آخر المقطع اللي انتشر: هدير عبد الرازق بتثير الجدل من جديد مع المخرج خالد يوسف، وياسمين الخطيب طلعت ترد على أزمتها مع هدير. تاني خبر: آخر التطورات مع الطبيبة صاحبة الفيديو المشهور، وخلينا نشوف ايه اللي حصل. اللي حصل ان هدير عبد الرازق انتشر فيديو ليها على الميديا وهي بتعلن عن ان المخرج خالد يوسف بعت لها عشان عايزها تشتغل معاه في عمل فني. عرفته صح ان انا خالد يوسف باعت لي انفيتيشن ان انا اعمل كاست كاميرا في فيلم، يعني طالبني في فيلم من الاخر. وكذا حد دخل قال لي، انا ما كنتش مصدقه في الاول، كنت فاكره ده بيتريقوا او بيستظرفوا وبتاع، والموضوع طلع ريل، طلع حقيقي. بصراحه كنتش عارفه اموت بالفرحه ولا اعمل ايه، ولا اتكسف ولا اعمل ايه بجد والله. المفاجأة بقى اللي قالتها آخر الفيديو أو آخر المقطع اللي انتشر إن هي اللي هترفض إن هي تشتغل معاه علشان الشغل مع خالد يوسف هيجيب لها قلق وكلام كتير وقيل وقال. بس بما إن أنا أصلا بالعادي كده جبانة وكسولة، يعني الليزي مش بتاعت أول مش بصراحة، لا عشان ما أقللش من طاقتي، مش كسولة في كل حاجة. يعني الشغل اللي بيبقى شغل بجد ببقى زي الفل والله، لكن لما بحس كده إن في حاجة هيجي من وراها قلق أو وش أو نوش أو حوارات، باخدها من قصيرها وأقول لك الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح. من هنا بقى ومن بعد الكلام ده حصل حالة هجوم مناقضة عليها، زي كده اللي قال: هو خالد يوسف ساب كل الفنانات الجداد والقدام وكل الوجوه الجديدة وراح يبعت لك انت عشان خلاص مفيش فنانات في البلد؟ وفي اللي قال خالد يوسف أذكى من كده بكتير ومن إنه يعمل حركة زي دي، وإن ده كله كلام كذب. وفي اللي قال إن كلامها ده لو كذب خالد يوسف ممكن يرفع عليها دعوة قضائية. حتى الناس اللي ما كذبوهاش لكن برضه هاجموها وقالوا: طالما انت هترفضي الشغل معاه عشان القيل والقال، امال طالعه تعلني وتقولي الكلام ده ليه؟ وهل هو ده الوقت المناسب اللي طالعه تعلني فيه عن حاجة زي دي؟ ده غير اصلا ان اسم هدير لسه مستمر في الترند، وده لما ظهر عناوين في الصحافه والمواقع ان قناه النهار فسخوا عقدهم مع ياسمين الخطيب بسبب هدير. وياسمين طلعت نشرت بوست على صفحتها عشان ترد على الكلام ده، وانها هي اللي طلبت منهم فسخ العقد. وده لما كتبت: أتحدث الآن لأول مرة منذ اشتعال الأزمة الأخيرة لبرنامج شاي بالياسمين، ومثلي في مثل ذلك أحمد مطر، أريد الصمت كي أحيا لكن الذي ألقاه ينطقني. تنقلت المواقع خلال الساعات القليلة الماضية نقلا عن مصادر بقناة النهار خبر رحيلي عن القناة بهذه الصيغة: النهار تفسخ عقدها مع ياسمين الخطيب. ولا أرى في هذه الصيغة أي حسن نية بل تشويه متعمد، الأمر الذي يدفعني إلى توضيح عدة نقاط. لم تقرر إدارة النهار فسخ تعاقدها معي، بل طلبت أنا فسخ التعاقد نظرا لقرار إيقاف برنامجي 6 أشهر، في حين أن إيقافي لا يتجاوز 3 شهور. وقد تفهمت الإدارة موقفي مشكورة وتم فسخ التعاقد بالتراضي دون إلزامي بأي تعويضات. النهار قناة كبيرة ولديها جهاز رقابي شديد يلزمني في كل حلقة بعرض أسماء الضيوف قبل التصوير وعرض الحلقة على الرقابة قبل العرض. التزمت بالضوابط التي تحكم عملي كمذيعة في الحلقة التي فجرت الأزمة. لم يتم تصوير الحلقة إلا بعد موافقة الإدارة على الضيفة، ولم يتم العرض إلا بعد موافقتها أيضا. ختاما أؤكد اعتذاري للجمهور الذي استاء من الحلقة، وأتمنى أن يسركم ما أقدمه بالمستقبل. وده كان أول خبر. نروح بقى لتاني خبر واللي أصبح موضوع وحديث الناس كلها على الميديا، وهو موضوع الطبيبة اللي طلعت تحكي حكاوي عن الحالات اللي بتجيلها بما إنها طبيبة نساء. وللأستاذة نهاد أبو القمصان ظهرت وانتقدتها وحللت كلام الطبيبة، زي كده لما قالت إن نقابة الأطباء طلعوا بيان وقالوا إن الطبيبة دي ممارس عام وبيتدرب بس في قسم النساء. يعني كل الكلام اللي هي طلعت قالته ده ملوش أي أساس من الصحة، وإن ألفاظها لا تليق أبدا بمهنة الأطباء. نقابة الأطباء طلعت بيان وقالت إن هي ممارس عام ومتدربة في قسم النساء، والحقيقة ده يثبت كذب كل الكلام اللي هي قالته. كلام بتاع واحد جالي ولا جالي 3 حمل سفاح بالليل وعملوا DNA واللي عنده بنت مش عارف هيجيب لها العار. طب هي قالت الكلام ده ازاي؟ يعني احنا الحقيقة لما بنبص على كلام اي بني ادم بيعكس 3 حاجات: بيعكس شخصيته، بيعكس تربيته،
وبيعكس سلوك. لو احنا بنتفرج على الكلام، الالفاظ اللي بتقولها لا يمكن بني ادم متربي يقولها على ستات او على رجاله خالص. يعني لما تقول مش عارفه اللي جالوا عاملين ايه ونقطع جوازهم اللي عاملين ايه وحاجات كده، ده مش الفاظ، مش هقول ما يقولهاش جهله، لكن ما يقولهاش حد متربي اصلا ما شافش بربع جنيه تربيه. وإن في تناقض شديد جدا ما بين كلامها وما بين تصرفاتها، زي كده إنها طلعت تتكلم عن تطبيق الشريعة الإسلامية وبعدين انتشر لها صور وهي خارج مصر وهي خالعة الحجاب. الحقيقة الناس شيرت للدكتورة صور كتير قوي، والدكتورة جزء من كلامها قالت احنا عايزين نطبق الشريعة وكده، فالمفروض ان اللي بيكلم اللغة دي هو من شخصيته يبقى حد متدين، لكن اللي بيقلع الحجاب بره مصر ويلبس براحته وقط وبتاع ويلبس الحجاب جوه مصر بين قوسين، انا يعني ماليش علاقه بمين يقلع ويلبس، ودي حريه شخصيه تماما، بس باخد ده في اطار تحليل الشخصيه. هل دي شخصيه متدينه؟ مش جزء من التدين ان الناس تلعب يويو بالحجاب، تقلعه في حته وتلبسه في حته يعني. والحقيقة إن مش بس كده، ده كمان انتشر لها مقطع تاني وهي بتتكلم عن الكباري والطرق والفرق قبل ما تجيب عربية وبعد ما بقى عندها عربية، وإن كلامها فيه تناقض فظيع. أنا مش هقول عليهم بشر، لا هم بقر اللي بيعدوا الطريق وسط العربيات ومكسل يطلع كوبري المشاة، فزاحمين الطريق فالعربيات واقفة، فبنقعد بقى ساعتين في السكة من أول الحضرة لحد حجر النواتيه المحمودية، تطلع كوبري المشاة ما هو معمول فوقك يا حمار. أنا لو دهستك بالعربية مش هاخد فيك حاجة، هو محضر قتل خطأ ب50 جنيه لأن ده طريق سريع، انت المفروض ما تعديش وسط العربيات اصلا، طريق عبور المشاة فوقك، يعني احنا ما فيش ده يعني مش هنمشي مسافه، ده فوقك. ونرجع تاني لتحليل أستاذة نهاد لكلام الطبيبة واللي قالت إن الدكتورة بتحاول تجذب وتخاطب فئة معينة من الناس عشان يخليهم يروحوا يكشفوا عندها، بصرف النظر بقى إذا كانت شاطرة أو لأ أصلا. هي ليه بتقول الكلمتين بتوع عايزين بقى نعمل حد الزنا ونطبق الشريعة وعدة شغل حبل؟ هي بتغازل الطبقة اللي هي ما تحبش ستاتها تكشف على رجالة، وبيعتبروا إن ده كشف عورات، مش إن الراجل ده دكتور ومتخصص وأصلا كله عنده اسمهم حالة، ست ولا راجل اسمه حالة، ما بيبصش اصلا في غير انه بيتكلم على مريض. مش مهم، بس في بعض الناس عندها القناعة دي، بصرف النظر عن انا دكتورة شاطرة ولا مش شاطرة. هاتولي العيانين بتوعكم. اللي مخلف بنت مش عارف هتجيب له العار امتى، هي بترمي الشبك على انها ترجع تاني تبقى هي اللي معاها التوكيل الحصري لختان البنات او بين قوسين الطهارة، ودي جناية عقوبتها 10 سنين للدكتور المجرم اللي بيعملها و3 سنين للاهل اللي بيطلبوا تختين اي بنت. وإن كلامها ده بيوحي بأفعال غير قانونية، وإن مفيش حضانة في مستشفى بتستقبل أطفال لحد ما يكون عندهم سنة وسنة ونص. الحضانات لا يجوز استقبال فيها الأطفال أكتر من شهرين. لما تقول لك إيه إنه العيال بتقعد في الحضانة 15 شهر، عندنا عيال في الحضانة 15 شهر ومش عارفين هم أولاد مين. حضانة إيه اللي بيقعدوا فيها أنا أفهم الحضانة دي بيقعدوا فيها أسبوع لو عندهم صفرة، شهر لو عندهم نمو قليل، شهرين. إنما إذا كان مدة الحمل كلها 9 شهور يقعدوا في الحضانة عند حضرتك 15 شهر بأمارة إيه؟ والحقيقة إن ده فعلا كلام غير منطقي. محدش فينا سمع عن أطفال موجودين في حضانة داخل مستشفى بيكون عندهم سنة أو سنة ونص. هل في طفل في حضانة بيكون حلو كده وبيحبي بيكون لسه متواجد في الحضانة؟